السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف الغداء النهارده. احنا عملنا ملوخية ورز طبعا واللحمة، وعملنا مكرونة بشاميل. خلاص. يعني اللحمة طبعا موجودة وبتساعدنا ان احنا نعمل ايه اي حاجة. احنا طبعا كنا فتة وكنا رقاق، قلنا بقى نغير وايه ونعمل بقى ملوخيه. طبعا انا بغرف الرز على الملوخيه كده 10 دقايق، لو فضلت ما اكلهاش، اكلها وهي كده لسه على طول مغروفه. طبعا انا قلت قبل كده انا هعمل الاكل ومش هستنى حد. كل مره بعمل الاكل وبيطلعوا لي ايه بحجج، اصل احنا كنا، اصل احنا مش جعانين. بقيت اعمل الاكل واغرف لنفسي سخن. طبعا هنا اهوت اللحمه، حطيت ميه تغلي، وحطيت بصلايه، وحطيت فلفل وكمون، اسفه فلفل وزعتر وايه، وهسيبها ما تخش في السوا، نبقى نحط لها ملح. طبعا بصلايه وفلفل رومي، لو في اي حاجه بقى احط في الشوربه وحبهان وكده. خلاص. هنا هنعمل ايه بقى؟ نخلط الملوخيه، وهنا جينا هنعصج اللحمه. بنحضر بقى. دي كانت عندي لحمه متعصجه، كانت فايده من الرقاق، كانت كتير فسخنتها بس. وهنا البشاميل طبعا ايه، حطيت المكرونه تتسلق، كل ده ايه كده ورا بعضه. وكنت غاليه لبن اهو بلدي. انا حطيت 4 معالق من الدقيق، انا عامله كيس مكرونه بس يعني اقل من النص. خلاص. 4 معالق دقيق، والسمنه كويس على نقطه زيت عشان الدقيق ايه يتحمر. حمر الدقيق كويس، خلي ريحته تطلع. بصوا عامل ازاي اهو. ده لا يمكن يكلكع منك، حتى اللبن بقى سخن بارد يعني مش هيفرق. خلاص. انا هنا حطيت مقدار نص كيلو لبن، وطبعا بزود شوربه، ولو مش عندي شوربه بزود ميه عادي جدا، والبشاميل اللي بيطلع تحفه. طبعا حطيت فص ماجي، شويه فلفل اسود، وشويه ملح، وبشره جوز الطيب. خلاص. اللحمه كتيره، وهضيف كمان من المكرونه، كانت اكتر من النص. انا كنت معصجه كيلو لحمه، عملت منه للرقاق وفاض منه وفاض تاني. اصلا هنا مولعه الفرن بقالي حوالي تلت ساعه من تحت على نار ايه، درجه حراره 200، خليه يسخن عشان انا هحط المكرونه تستوي. يعني انا ممكن ساعات بحطها كده من فوق تاخد وش تحمير، لان كل حاجه بتبقى مستويه، لكن انا حطيتها خليتها تستوي براحتها. حسيت ان المكرونه يعني بتشد شويه. طبعا مواعين المكرونه انتوا عارفين. انا طبعا خرطت الملوخيه وايه، وحطيت شويه شوربه، صفيت طبعا اللحمه كانت استوت، فورت الملوخيه. بصوا الجمال، ملوخيه فريش بقى خضرة وتحفه. وهنا حطيت كزبره وتلات اربع فصوص توم ومعلقتين زبده، وهعمل الطشه بتاعت الملوخيه. ولا احلى من كده، الريحه رهيبه تدوخ بصراحه. الملوخيه الطازه دي موضوع. اهو انا كمان خلصت الملوخيه، والمكرونه بتستوي في الفرن. خلاص. وهنعمل بقى شويه رز وحلوة قوي كده. خلاص. هنا طبعا ايه، كان عندي ما عنديش مخلل ولا عندي اي حاجة، فقالت الفلفل ده مش حراق، وعصرت عليه ليمونة وشوية ملح وكمون، بيبقى تحفة، بيتاكل جنب اي اكل. طبعا الملوخية اللي عايز ياكل بعيش ياكل، وطبعا كمان برز بتتاكل برضو، بتبقى عايزة حاجة حادقة جنبها. هنا ده الليمون اهوت، عصرت ليمون وحطيت ملح وكمون اهو. ده كان شكل الاكل. بالف هنا وشفا. لازم تجربوا يا جماعه الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. طبعا ما فيش حد ما بيحبش الملوخيه. وعملت انا بقى ايه، تعالوا كلوا يا جماعه، اصل اللي جعان واللي نايم. رحت انا مظبطه الطبق بتاعي وايه، وغرفت الرز على الملوخيه، وخدت حته مكرونه. المكرونه كانت تحفه، وخدت فلفلايه بقى كده ملهاش حل. والف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.